قلعة الحجاب تحدي لربنا، وجوازها من نفسها أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والمنتجين فرضوا عليها عدد مرات ممارسة الحميمية. ريم الشريف مطربة لبنانية من مواليد 1994 بدأت حياتها الفنية بعد فوزها بالميدالية الذهبية في برنامج استوديو الفن، واللي من بعده قدمت عدد كبير من الأغاني زي أغنية فؤاني تحتاني وأني حرة وقومي وقفي يا بيروت، واللي غنتها في 2020 بعد أحداث بيروت الشهيرة. وخلال مشوارها الفني دخلت ريم ترند لأكتر من سبب غريب، زي حفل زفافها على نفسها اللي أقامته في جزيرة من جزر إيطاليا، وظهرت وهي لابسة فستان أبيض، ورددت كمان كل الوعود وأعلنت جوازها من نفسها، وده بعد أزمتها مع خطيبها السابق اللي صرحت بأنه حاول يتهجم عليها، وبسبب تصرفاته دي فسخت الخطوبة وقررت إنها تتلاشى الرجالة تماما وتتجوز نفسها. وفي لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج شو القصة اتكلمت ريم عن طفولتها وسبب قلعها الحجاب وعن السبب الحقيقي في اعتزالها الفن، وقالت والدي توفى وأنا صغيرة وأهلي كانوا رافضيني وعشان كده رموني في مدرسة داخلي عانيت فيها بكل الطرق، من لبس الحجاب بالغصب لسخرية زميلاتي، من حالتي المادية للتهميش بسبب وفاة والدي، لحد ما في يوم جبت آخري وقررت أخلص من نفسي وطلعت على سطح المدرسة علشان أنهي حياتي، لكن للأسف أنقذوني صديقاتي في آخر لحظة، ومن وقتها خدت قرار إني أغير حياتي بمجرد ما أخرج من المدرسة دي، وكانت البداية في قلع الحجاب اللي لبسته غصب عني من طفولتي لسن 18، وكنت واخدة قراري إني أقلعه. أما ستايلي غيرته بالتدريج، بدأت من الجيبة لمرورا بالبنطلون الواسع والقميص الطويل للبنطلون الضيق للمايو، ورغم ده كله أنا عندي إيمان أكتر من 100 شيخ. أنا بمشي بمنهج خاص في الدين، فأنا مش متدينة لكن روحانية جدا، ومش بقبل بفرض الأشياء زي الحجاب والصلاة وغيره وغيره. واتكلمت كمان عن سبب اعتزالها وقالت اتعرض عليا تقديم تنازلات علشان اتشهر أكتر، ومن ضمن التنازلات دي آكل إيه وإمتى وأمارس الحميمية كم مرة في الأسبوع، تفاصيل كتير وتنازلات أكتر رفضتها كلها واخترت الاعتزال.